السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناة أم عمر في المطبخ. إن شاء الله النهاردة هعمل معاكم اللانشون البيتي، حاجة كده في منتهى الجمال، بدون لحمة ولا فراخ ولا جيلاتين ولا ورق فويل ولا أي حاجة خالص. سهل جدا واقتصادي ومكوناته موجودة في كل بيت، أحلى من اللي بتشتريه من بره بكتير. علشان كده نعمل حاجتنا في البيت لولادنا أنضف وتبقى ضمنة جودتها كمان. يلا نسمي بالله ونقول المقادير بتاعتنا. معايا هنا 5 بيضات، لو بيض بلدي يبقى 6 بيضات علشان ده البيض ده كبير، وياريت يكون البيض بدرجة حرارة المطبخ. ودي نص كوباية من الزيت، ياريت يكون زيت نظيف ما يكونش ليه ريحة. ودي كوباية الا تلت من الدقيق. ومعايا هنا التوابل بتاعتنا، ده لون غذائي بيتجاب من عند العطار، آمن خالص على الأكل، فمفيش أي مشكلة منه. معايا هنا التوابل بتاعتنا، فلفل اسود معلقة صغيرة ممسوحة، رشة حبهان مطحون، معلقة صغيرة بابريكا، مكعبين مرقة، معلقة صغيرة برضو ممسوحة توم بودرة وبصل بودرة. مفيش ملح، المكعبين المرقة فيهم ملح بما فيه الكفاية، فاحنا مش هنحط ملح وهيطلع معاكي مظبوط. ودي معايا علبة جبنة مثلثات، هاتي ارخص نوع في السوق، يعني مش هقولك روحي هاتي حاجة غالية واعملي بيها، لا هاتي ارخص حاجة في السوق واعملي بيها. هنا ما شاء الله البيض معايا كبير فاستخدمت 5 بس. والدقيق هنستخدمه على حسب حجم البيض، يعني ممكن الدقيق تستخدمي مثلا معاكي، انا خد معايا كوباية الا معلقتين كده، علشان البيض معايا ما شاء الله البيضة كبيرة، فال5 بيضات فبيفرق يعني ايه من بيض للتاني. فانت لو هتعملي بيض بلدي ابدأي بنص كوباية بس. حطيت هنا الزيت، ونحط بقى اللون بتاعنا، بس اللون اللي معايا ده خفيف فخد مني يعني ايه حبة حلوين كده، كام نقطة حلوين. واللون ده برضو يرجع لك انتي، فانتي زودي اللون بالراحة كده علشان لغاية ما توصلي للدرجة اللي انتي عايزاها. انضف والله يا جماعة من اللي بتشتريه من بره بكتير، حاجة جميلة في البيت وعاملاها وضمن جودتها وضمن نظافتها في البيت. حطينا التوابل وحطينا الدقيق، زي ما قلت دي كوباية الا تلت، خدت انا استخدمت كوباية الا معلقتين، يعني معلقتين ممسوحين. نجيب بقى الخلاط بتاعنا ونخلط كل ده، وزي ما بقولك اللون تزودي لون واحدة واحدة. اهو هزود لون تاني لان اللون معايا هنا فاتح، ده لون احمر غذائي بتجيبيه من عند العطار. هنا بقى تنزلي الجوانب كده لان الدقيق بيبقى مركز كده في الجوانب. وهنا دي كوبايات مية عادية، كوبايات مية بتاع الشرب عادية مش مدهونة اي حاجة. صبيت فيها الخليط كده، بس ما تمنيش الكوباية علشان حجمه بيزيد، عشان فيه بيض فبينفش معاكي وبيزيد حجمه، فهتلاقيه ملى الكوباية بعد ما يستوي. هنا ده بقى الخطوة دي اختيارية، لو عايزة تحطي فلفل اسود كده يبقى لانشون بالفلفل اسود براحتك، ممكن تحطي زيتون، مش عايزة تحطي خالص برضو براحتك. جبت معلقة كده وباليد بتاع المعلقة وقلبته. هنا حطيت حلة على النار وحطيت فوطة، حطيت بقى مية سخنة على طول عشان ايه تنجز معايا. انت ممكن تغلي مية على البوتاجاز عادي. وهنا لازم لو هتعملي في حلة ألمونيا حطي معلقتين من الخل علشان الحلة ما تزرقش منك. وهنا حطينا بقى اللانشون بتاعنا. لو عندك ستريتش راب هتغطي الوش بتاعه، ما عندكيش زي كده يبقى هتجيبوا فوطة نظيفة وتعملي زي انا ما هعمل كده. ليه بنعمل الخطوة دي؟ علشان طبعا البخار اللي بيطلع بيتركز في الغطا بتاع الحلة ويرجع ينزل تاني على اللانشون، واحنا مش عايزين كده. فانت لو ما عندكيش ستريتش راب يبقى تغطي الحلة فوطة، غطا الحلة فوطة كده، وعلشان اضمن ان الفوطة جوانبها ما ينزلوش على الحلة، على حواف الحلة كده، ولا قدر الله يولعوا ولا حاجة،
فحطي حاجة طبق او طبقين جوا بعض زي انا ما عملت كده. هنا بقى طلعته من الحلة اهو، شوفوا ما شاء الله حجمه زاد ازاي. فانت سيبيه بقى لما يبرد خالص، ويستحسن ان انت تبيتيه مثلا في لتاني يوم في التلاجة. ده مدة صلاحيته اسبوع في باب التلاجة عادي، في الرف عادي، وتاكلي منه بألف هنا وشفا على قلوبكم يا رب. ويا ريت بقى ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس وتدوسوا على كلمة الكل عشان يوصلكوا كل جديد بإذن الله. ما شاء الله عليه لا بيتقطع ولا اي حاجة. واشوفكم ان شاء الله على خير ومع السلامة.